السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا وحشتونا جدا متابعين ابن النادي الاهلي. قناتكم قناة كل الاهلاوية وكل الناس اللي بتشرفنا وبتنورنا. ادعو لاخواتنا في غزة ربنا ينصرهم ويكون معاهم. حلقة النهارده رجاء شخصي معلش. رجاء شخصي كل الناس اللي موجودة تحت الفيديو الاخر، وتسيبوا لنا تعليق تترحموا فيه على النجم اللي معانا النهارده، عشان كان من الناس اللي غالية جدا علينا والغالية جدا على كل جمهور الكرة المصرية. نجمنا النهارده النجم محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه. خشوا في الكومنتات تترحموا على محمد عبد الوهاب، الله يرحمه، عشان دي الذكرى السنوية بتاعته. محمد عبد الوهاب مواليد 1/10/1983 من الفيوم. محمد طوله المتر 72 سنتي، لاعب أشول. محمد بدأ في مركز شباب سنورس، بعد كده لعب 4 شهور ناشئين نادي الزمالك. ولما جه نادي الزمالك عشان يوقع معاه، والده رفض جدا التوقيع، ومرضيش والده ان محمد رحمة الله عليه يعني يوقع لنادي الزمالك. بعد كده محمد انتقل لمركز شباب الألمنيوم، وقعد فيه من 2001 موسم 2001 لغايه موسم 2003، ولعب في الفريق الاول. بعد كده طلع على الظفر الاماراتي من موسم 2003. والحقيقه ان محمد حتى تيشيرت الظفر الاماراتي ما لبسوش. محمد الله يرحمه راح الظفر الاماراتي، والظفر الاماراتي تقريبا ما كانش فيه مكان في القائمه، فطلعوه تلقائيا اعاره لنادي انبي نفس الموسم 2003. لعب موسم في نادي انبي 2003 2004. بعد كده محمد انتقل الانتقاله الكبرى واللي سابت اثر فينا كلنا، اللي كانت الانتقال الكبير محمد من نادي انبي للنادي الاهلي من موسم 2003 2004 لغايه موسم 2006. محمد يعني من اللعيبه الواعده جدا اللي كانت لها مستقبل كبير جدا. محمد انضم لمنتخب مصر للشباب سنه 2003 مع كابتن حسن شحاته. محمد رحمة الله عليه يعني كان يعني لعب اول مباراة ليه في كاس عالم للشباب، اللي احنا على فكرة توجنا بيها. يعني احنا توجنا بيها في النهاية على حساب كوتيفوار 4-3 لصالح المنتخب المصري. عماد متعب هدفين، فتحي هدف، حسني عبد ربه هدف. محمد كان مشارك في المباراة دي، كانت اول انضمام دولي للناشئين. دي كانت بطولة افريقيا للشباب، قصدي سوري، للشباب. محمد انضم البطولة على يد كابتن حسن شحاتة. بعد كده محمد سجل هدف في البطولة دي، برضه في هدف في بوركينا فاسو. وبعد كده محمد راح كاس عالم للشباب، سجل محمد هدف في مالي في نص نهائي، وكان يعني سبب ان احنا صعدنا. محمد اول ظهور لي مع ترديلي في المنتخب الاول كان في مباراة ضد السودان، ومحمد الله يرحمه قدر يسجل هدف. محمد كان مؤثر في كل اللقاءات اللي لعبها، سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي مع منتخب مصر، سواء منتخب شباب او منتخب كبير. محمد كسب مع النادي الاهلي 2 دوري، 1 كاس مصر، 1 سوبر مصري، 2 دوري ابطال. الله يرحم محمد عبد الوهاب، الله يرحم محمد عبد الوهاب، انه من الناس اللي سابت فينا اثر كبير يعني. 2 دوري ابطال، 1 سوبر افريقي، وشارك في برونزية كاس عالم 2006 او كانت مركز سادس مش عارف. محمد لعب بقميص النادي الاهلي موسمين، لعب 42 مباراة، سجل 6 اهداف. توفى محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه في 31/8/2006 عن عمر يناهز 26 سنة. محمد الله يرحمه كانت من الشخصيات الجميلة اللي كانت محبوب من كل الناس. احنا محمد الفيديو ده معمول له مخصوص ترحما عليه، عشان الناس تفضل دايما فاكرة محمد عبد الوهاب في الذكرى السنوية لوفاته. ترحموا على محمد، خشوا اكتبوا لنا في الكتاب ترحموا على محمد. محمد كان يستاهل مننا احنا دايما ننساهوش، وان احنا دايما نفضل فاكرينه بالخير. احد ابناء النادي الاهلي اللي احنا هم سنتين بس، احنا يعني بنعتبر محمد من ابناء النادي الاهلي، الناس اللي كانت مؤثره في كل ماتش وفي كل دقيقه وفي كل ثانيه قضاها داخل جدران النادي. محمد اثر علينا كلنا، واثر على زمايله، واثر في الجمهور المصري كله. دعواتنا لمحمد بالرحمه واهله، وان هم يكونوا من الصابرين المحتسبين. محمد شهيد ان شاء الله. ودي كانت الحلقه بتاعتنا عن محمد عبد الوهاب. اتمنى ان تكون عجبتكم الحلقه، وسيبوا لنا لايك وشير ودعمونا، احنا بنعمل كل ده عشان خاطركم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.